كم سعر المتر الديزل كم سعر هذا كل شيء لما غالي انت والمتر لما تبز المتر ما بقول محمد اخير السلب شويه عارف شنو يدخلني يدوني يرجع. خلاص انا حق دبها ديزل و10 المصاريف والباقي لقى منك يطرق على الدهن قال دعايه. يعني بكم يطلع؟ يعني لك مش عشان كل يوم بزع على حسابه وانت هيك الزبره صدق. واهم حاجه واحده من خواتك ولا امك هذه يعني ضروري. يا عم مصلح عيب عليك لما تدخل على هذه. شنو بقول على هذه؟ عيب عليك تدخل دخلت شهر. ما تدري انه ما بش معي. كيف ما بش معاك؟ امك حلفه ما تتزوجش خواتي عدل الجوال. نحن ايش بالزواج انت ما معي لا رخصه ولا مجدد الكرت. انا اخذ من المرور لما ما اقول لك مش يبان عاد اللي راجل راح حسهم زيني. يلا خلاص ادخل شغليه. لا انا ما اتفقنا كمان انا ما بش عندي كيد يمين. لا خلاص يلا شيء. صح. هذه رقم الحوالة استلمه يصرف 5 و5 رديه. لمو هي 1000 سعودي؟ ايه لان بستحت لكن من جدتي. على طول بشر بعزة. ما تدريش النسام؟ على طول. بكار. واللي ما ذي لا سيارة ولا موتورات. بابا خازن بتعرف. انا على طول. ما معك حبل ولا شيء من البطان؟ ايه هو. ايوه. لا. وما قالوا هنا امين الصبح. انا؟ والله. ما حصل ولا سيارة ولا موتور. ولا حسوا بحاجة. شنو كذا مو على هذه يلا يا ماشي يلا قريه اطلع. لا ما تدنا نفسك ولا لا. اطلع الا ذبرك ما عارف قدامك تسر امشي مقتلوك. اطلع. نفسك عم بعد بصل. اطلع. يلا لا نمشي ما داعي لها. ايه هذا احنا ما بعدنا. الله ما اكره النسوان من التاخير حقها. ما دحين احنا دحين عشان نصبر واحنا بالحاجه علشان المريض يمسكني ولا والله ما شاء راعي ولا شيء اجزع معاه يسرع الان. لكن قال صاحب المثل لما انت بالحاجه نصبر. هاي الحين كيف قال لي انه عين كلك مره. احنا ولا عند مرشد هذا قال عاد اغلب ما اطلع السعوديه. قال له الحين انا اطلع قال لي يا اخي اعمل لي سنتين بعد عرس واطلع وانا ارجع هنا خلاص بعد السنتين هذه يطلع السعوديه يشتغل بالمحل. مو دخلوا من السعوديه قصده يستلم شرط وكفايه بنته هذا هو دخل من السعوديه زعما شيء يقرر له معاش ولا هو. الراجل هذا ما تسكالوش كره بكل شيء مش الا بهذه حاجه. والله شيء يفعل خير علشان البنات حقه ولا ممكن هو والله ما حد شيء يفعل معه اثر الخير. لكن لقى عجبتك وانت داري حتى ترددك وهذا وان شاء الله هي كيف اللي جهزك يعني راغبه هي امه. ما والله اني ما هدر ولا حاجه هدرني اسمه ذا عدنان. قال لي ما هي ولدك الماء ولا حاجه وامه والله اني مسكينه ما بقول اب اللي تقطع قال ما بقول ما اطلع السعوديه. خلاص لقد انت مصطلح انتاوي حتى تكررك وتحمل واحد حقه بعد ترى ما انت مصطلح انتاوي بعد شو خزله
قال السد الغريم فريق القاضي. ما الذي الحين على ايدك؟ انا ان شاء الله خليني ولي انا وانت نجي حقك كما قاضي ورجعنا. وش عقدك تهاجر ابنه وابنه يهاجرك؟ خله عنده فوق الفراش واتفهم منك تايو ان بو نصيب. اهلا وسهلا ما ابوش السائل يسال من كل باب وانت مش معدومات. هاي مو غباء. كلام بس انا لما اقول لك لعنده ما كريح لا ادرك الا ابن ما ادرك اب. لا الحين لما يزيد عين الشعر حقك كذا مقفش يقول انت صايع مش داري انت ولد بس ما بلا صلح راسك وصلح نفسك. شحلوك ان شاء الله. ايوه انا حتى انا لا عين صورتك لكن لما عين لك ان انت ولدك لما قال العين على الشعر حقك وانا اقول ما بالله على الله بس وانت اللي احلق نفسك وصلح نفسك وتهندم ومشحوط وبعدين يصير نهدر لقد ولا انت على هذه بدل ما شي زبستي انا هدير. هاتوا هان اديك بصل. هذا بصل عنب. يا ولد لما كيلو طماطيس وكيلو عنب. ها بطاط. اقول لك الكيلو مش هسلة. لا سجل. بكم الكيلو حقه؟ الكيلو عقب السلام 5. مشى مدي. اقول لك يبرد لك انت. يعني انت 10 طماط لا مشى رمان. ما خلاص هذا اللي انا بطاط معشى موز. فتح جاي يوموس. اقول لك لا تفهمن. كمان سلطتي معك يبرد لك. انت تدوري. احاسبك. ايوه قدري. والله يلا مالك زيد لنا حاجتين. ما عاد شاك. انما كم مزالة؟ الموز هذا كيلو بعد كم شاك؟ يلا اعمل لنا كيلو. اقول لك هذا لا تكونش تدينوها لانه سارق عليه 4 لمبة حول. والله هذا سارق صح لا تكونش تدين حد. ده الحين بكام؟ الآن معك بعد 5 دقائق. هذاك ما عاد تعمل ايش نزلان كذا؟ يلا هذا الشحات. ها؟ يا بوبي لا شدوا له. الا شي ضروري وودك ها انت داري يلا بسرعه. موت شبيس. كمان انا مطفر لنا الايام يلا. والله ما بدي بيدي لكن يلا سار ما بضع يعني. رغم انه ممكن احتاج اليوم هذه نمو جمعه. لا شدي لك ما انا شارب. يلا سار يلا بزم. يلا مع السلامة. انا احسب انا شدي لك لما معي تمام. خلاص تمام. والله ما عاجز شيء هذه لا اشتري تحت السياره يولعها. انا افتح الباب لا تخش ابي والله ما عاجز. والله ما عاجز حاجه خلاص هذه ولعها مع الشنشه. والله ما عاجز والله ما عاجز حاجه. لكن بشرط ما شقلوش لكن تعلمني بالموتور. تمام انا افضل لكن لا تقولوش والله الاشياء كلها تحت السياره هو ولعها والدخان بقاطع والله ما غيري. يلا خلاص. يا مرحبا. يا الحاج هلو. هلو يطلع طاف. بسم الله. هذا مختار مع اليوم. يلا ان شاء الله خير.
يا ساتر يا ساتر الله الله. لا يطوق صوت السلام عليكم. وعليكم السلام. يا حي ومرحبا يا حي ومرحبا. نورتوا البيت. ولا انت ما ابصرناك ولا. انا موجودين مع اللي بصركمش انتم. يا حي ومرحبا. اهلا وسهلا. نورتوا البيت نورتوا البيت. حياك مجيكم مش. بقول رجال الحي مصلح قال شي يحاول مع ابوه مرة ثانية. يلا ان شاء الله خير ما نقدر شفاعي. اجلس قول ما دخل. يلا كلهم لا احنا تحلو اقرب واحد ما حقول ترس هذا تفضح بواحد خذ بواحد عنك تقول تدخل حمام مني كيف رجعوا هذا جابك عشان يلا بس دحين جابوك يا ولد حيا من جاء يا حي الله من جاء يا حي الله من جاء. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اهلا بالحي والله كيف حالك؟ والله الحمد لله. كيف انت؟ الله يسلمك ويعافيك. قوم سلم على ومسحك على ظهره وحبيك راس عماك هذا مبروك هذا. يلا من جاء. والله وهذا ولد والله انه مبروك. تسلم تسلم. ايوه. حياك الله كيف انت كيف حالك ولا ابصرناك كيف حالك؟ والله الحمد لله بخير صاحبين بضاكم الصراب لعلكم. والله الحمد لله كذا كيف باي. كان عدن بدينا احنا نترب قريب ان شاء الله. يلا صلى على رسول الله. اللهم صل وسلم عليه. دحين احنا جانا بحاجه ان انت شطيب بنفسي وانا على شهدر وان انت ذا ما شهدر. خير خير ان شاء الله. ما ولا جانا علشان البنت حقك. مو بين البنية حقي. ما انتش مصاري اصحاب القرية. خير وين كل ما نفك على الا انا. قال يا حاج بس توش السعجل مو قال السيارة حقنا قير لا توش السعجل فهموا انا مو كنت حاضركم على البنية حقي. ما معززة مكرمة بيت ابي. يا ابا ملك. كل شيء السعجل كل ما له ولا نفهم. ما مو وافدي بالخبر بسلمة. ما نسمعها صلى على رسول الله. اللهم صل وسلم عليه. قول يا طويل العمر ما معنى ولد هذا انت داري انه ولد محترم وطيب درك دحين جانا نطلب ايد بنتك لو ولد هذا وعلى قاعده كل خير وادم محترم وانت داري بقول المثل جني تعرفوه لا انت ما تعرفوه. انا قلنا له يولي اخترب وسقي ويرجع الا هو كائن ما ولي. صلى على رسول الله يا حاج. اللهم صل وسلم عليه. هو يولي اخترب وانا تزوجه. اما جالس بقريه معمل له انا. وش هكذا صلى على رسول الله. انت تعرف شروطه قل واحده. وحده. تكون بنتك مكفيه اكله شربة وعرق احترم مرة تعرف. لا يجلس بقريه هناك يطلع له اخترب ودي يرجع يتزوج نعمل له عراس حنان طنان. اما ما يجلس بقريه هنا مو عمل له. يا اخي مش هذا عليك الغربه انت تعرف هم مع اخوته شجعوا ولدوا له قالوا له ثم واحنا عند السنه والرضا ودحين يدوا له في زوج مو دخل شر الحين احنا نتمكلفات. انا ما تزوجوا له لما يرجع من الغربه ولا ما تزوج بنتي ما حد يسقي عليها ما دخلكم في بناتي. انت شاب نسيت؟ انا نديك هذا. شاب نسيت؟ ها ابراهيم طلب من دول الخليج ما يجي له من دول الخليج لا طلب ناعب عليك السحاب الا مقلب ما تزوجت بنتي انا حور. هذاك الناس اولين يزوجوا ما معه شيء لا معه هي ولا هي. فقال له من يوم اول يطلع اغترب فما تروح اغترب انت اكل شارب مكفي انا الحمد لله بحكي على بناتي الا انا. وهذا شاقي واخوته وشقاته ورجال مستور عنا ما شاء الله تقول شوامي. ما ندوا له اخوته في ذوق لعب السعودي. يا اخي قالوا لاخوته شرع نزوجك دريك. لا قد زوج بعدين ما يصير فيش يطلع السعودي تمتدخ. انه انت مش تطلع تشكي عليه اللي يشكي عليك انت مو دخلك بخبر هذا. يا مو ابصرك لك مشروع تطلب الله به. يا اخي ما بصركش حتى مشروع ناجح. وما بش مشروع ناجح مشروع فاشل. نجحك ونجح مشروعك فشلك وفشل مشروعك. انا داري لكن انا ادور مشروع ما بينوش خساره. ما بش حتى مشروع اللي ما بينوش خساره والسوق يوم لك ويوم عليك. انا داري بس ما تدخل مشروع الا وقدرسكم من كل الزوايا. كما قال لك حاذيق اخرج من السوق عطل. ما لا ايش رايك او اللي يلعب بيسي ورجعت همبق صح. لو ما فتحكش بقالة بالسوق وانت قلقش تفتح. اقول لك عين والسوق كله بقالات واحده جنب واحده من راصيص. ملا ولا قال لك دكان جنب دكان والرزق على الرحمن. وبعد الارباح حقهن قليله مره والكرتون بعده 20 ريال. خلاص افتح بسطه. ما بسطه هي حلا ما شغلكش انها خيبه لكن خضره حقها تاخره
لا جلس يومين ما بتاعش خسعه وقرح الضمر بلاش. وانت لا تكونش تنزل كثير، كن نزل على شوية شوية. حتى لو نزلك شوية ضروري ما تودر وتخسع، وإنه خساع مكسب حقك. خلاص اشترى لك باص، لكن لا تقول لي شباص شخصة ولا شخصة الركاب. ما الباص قاكم بنفسي، لكن دخولكم مدينة وأعين لك الباصات أكثر من الركاب، والدنيا زحمة وما بوش ديزل، الديزل غالي وعاد الراكب يدي له 100 مبسقة ترحم الله. ما لو انت لا تكونش تشتغل بس بدينه، كن لا من قبل صنعاء. ما ذي أنا معك، بس أنا خايف لا تقلب أنا والركاب هناك بنقل سمارة. خلاص يا أخي عمل من قبل تعز. ولا تعز حلا، لكن قاعدة مليان موتورات ويقدم لتجاهك يورد ما تدري من نجي، أنا خايف لازم لي موتور. وانت لا تكونش تسرع، كن يجزع لبصر. المشكلة حتى لا أنت تجزع بصار، لكن لا يجي موتور لعرضك يدقك هو يقولوا ما بلت على الجنتا، وإن صاحب الباص مودف، وأنا هو غلطان ولا هو مش غلطان؟ مالا خلاص اشتري لك موتور هي. مالا ما أناش مجنون، على قولتك يشل لي موتور يطلقي باص يصدمني لما يكسرني. مالا وش عالقك إلا على حسابه، حتى لا أنت الغلطة. مالا ما ذي أنا داري، لكن لا يقولوا تشتى عملية بالهند ولا بمصر ولا بالطرف زوا، ما شرطيش يشلك، شغل منين؟ ما دام تنظر لكل شيء من الزاوية السلبية، مش تفتحش انت مشروع لما تموت ولا تغير الزاوية. انت اللي جاهل، مو دريك بالمشاريع. سزوجه بس على ضمانتك، حرام ينقص على اي حاجة مصروف ولا اي حاجة، مرجع حجز على كل السيارة وانت اسمع لإذنك، ولا انا ما كملك تتفاضل. اسمع يا حاج صلى الله عليه وسلم، تقرأ القرآن ولا لا؟ الحمد لله كملكم. كملكم، مو قال الله تعالى تزوجوا فقراء يغنيكم الله، لا تكيد ليش الا على شبعه جوعه. ما ان شاء الله ما دروا ربك شي يريد له واخوته ماذا وشدوا له فيزا ويطلع يقترب وامشي لنا بنتك مرتاحه معه، مو دخل من الخبر هذا. تنقص حاجة حرام ما تعرفك الا انت. ما على ولا عليك اي وانا حاجه. ودك هاد وانت فاهم. لا ده واحنا بيننا هنا. هذا خلاص. ينقص على حاجة تعرفك انت ولا تحجز عليك السيارة. وإذا تنقص على حاجه ولا شيء ولا ما تطيعش كيفه؟ ما بيت الا محترم من بيتهم. ما يا محترم هذا ما هو شيء يديك ولا شيء ولا وانت اسمع لإذنك لا تنقص عليه بحاجة. تمام ان شاء الله. الحين مش شرط على متحملوا يلا ها ذا طلباتك يلا. 2 مليون و5 والخطوبة علو. و2 مليون و5 على 5 دقائق. سكتوا رسل دقدقوا ظهرك دقدقوا. مو انا 5 دقائق. لا لا هذا مقصده قوش يدير بزوز 5 دقائق ما عاوش يعني مهله لما يومين 3. تمام. انت اللي بعينك لا ما تعقل يرحم الله. يا حاج مصلح انا مش قصدي يا كمان. فلا بعد قال ايش خبر يريد يشرب بقى فهمنا قال احنا دارين انه مو يقول لا. هذا معه خبر مو خبر بيني انا له هذا انا بالسياره دحين جاي شيء يفهمني دحين ما وقته الحين اللي ما عند الحق مرشد عند القبيله يعني على قبيلها تقول نمر دحين مو قال كلمه اقول راجع نفسك مش واحد يعني شوف عباقي معك بنفس تزوجه يا اخي عيل قال المثل لا جل بنتك حمال وفمنا الماء بيسي معيشين حيكون واحد ده انا قاك 2 خلاص يا عم مرشد باثنين هذا جهنم الله عنده. انا على سعر معه حرام ما زوجك الا لك حلق سعره. ما انا على سعره. والله انا دخل مو زوج على. ما صدقوك من جهه فزعك من مو دخلك انت. ما انا على سعر ولا حلو. قم يلا خلينا هذا والله انه مدردح هذا كل ما صدق من جهه. هي اختك من على سعر. ملا يابا وش حلو حتى على الشعر مليء. أنا بدي قلبك عين كيف تصلح الراجل قوش جنان قوش قرح فيوز. انت شهبال كيف جنان هي كيف جنان على دباغاز هي دباغاز ب15,000. أقول لك الراجل بكر قال لزوجته تعفي له قهوة، جاءت تولع الغاز مع أزلة قد دباغاز، والرجال متعطل ما بشبه معه بياس، ودي وبكر واللي يسلكع من بيت لبيت تشتي بياس عقد دباغاز كودو مدبر 15، واللي للسوق دور ولا بو حتى واحد بمعه مبصر لاذن شل ب15,000 ما بولا نصه. وصل للبيت جاء زوجته تشتي تعمل له غداء وصمم لها الرب كله ما عاد باقي الا دوه. لا خلاص كله ملك لا يصلح يرده له كرت معك المبعثث لانواع كل شيء. يا صلح زي كذا نقولها.
مين جاري بيقولوا لي؟ مدد الدبة. شوف هذا الفيلي تعملوا له هنا وهو ذوب مع بوترين وقاعدة الربلة بدل الربلة اللي قاخر بحقه. تمام. لو سامع نرجع هنا ولازم ملكة كذا. يجد له بترول. لا وش اللي يذوب مرة. خلاص حطي كذا ممددة ساعتين ها وخلاص وش يصبر. يلا خلي هنا ونشرب بس مراعيله. تهنئة خاصة مقدمة مني ومن طاقم الفريق ومن شركة الوان الإضاءة وعنهم توفيق الشراعي إلى العريس الغالي وائل محمد سيف الحاج بمناسبة دخوله القفص الذهبي ونقول له ألف مبروك دم النصر. إذا كنت من المتابعين الجدد لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات لدعم المبدعين الصغار على قناة نجوان الرزمي.